السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه روبن هود ستوك اند كريبتو. التطبيق ده مساحته 83 ميجا وحمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتداول في البورصة، سواء بيع وشراء الاسهم او التداول في الصناديق الاستثمارية او التداول في العملات الرقمية المشفرة. التطبيق ده تطبيق امريكي موجود في ولاية كاليفورنيا. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو بتتداول في العملات المشفرة، حابب ان انت تحتفظ بالعملات المشفرة بتاعتك على التطبيق، حابب ان انت تشتري، حابب ان انت تبيع، حابب ان انت تبعت عملات مشفرة، تقدر تعملها من خلال التطبيق ده. كذلك الامر لو حابب ان انت تتعامل تشتري اسهم من شركات محلية او شركات عالمية، وتكون في البورصة يعني وكده. فانت بتقدر تشتري الاسهم من خلال التطبيق ده، بتقدر تعرف سعر الاسهم وتقدر تعرف اخبار الشركة و يعني الاسهم بتاعتها من سنة فاتت او من شهر فات او من 10 سنين فاتت كانت قد ايه ودلوقتي وصلت قد ايه، بحيث ان انت تبقى عارف انت الشركة اللي انت هتشتري فيها دي هتقدر تكسب من وراها ولا مش هتقدر. كذلك الامر بتقدر تشتري في اي صناديق استثمارية او الصناديق اللي هي الاستثمار، بتقدر تشتري فيها. كمان بتقدر انت تحط فلوس على التطبيق ده كوديعة وتاخد من وراها ربح سنوي او ربح شهري على حسب المدة اللي انت بتحطها فيها. وده كده بس يعتبر الفايدة بتاع التطبيق والغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفيهوش لغة عربية، طبعا لان هو في الولايات المتحدة الامريكية. بس كده يعتبر وصل شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تكتب في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات اكتبها في تعليقات الفيديو. فده دايما تنويه بننوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد حمل تطبيق او حد حمل التطبيق بعد نزول الفيديو بفتره طويله، ب5 شهور، ب10 شهور، بسنه، واكتشف ميزه او عيب في اي من عشان التحديثات اللي بتتم على التطبيق، فدايما بقول ان هو يكتبها علشان كمساعدة لغيره، اي حد غيره يشوف الفيديو يعني وحابب ان هو يحمل التطبيق وما يعرفش ان التطبيق حصل فيه تحديثات. فانت كشخص حملته واكتشفت فيه حاجات ايجابية وحاجات سلبية، فانت تعرف غيرك، وانا اثبت الكومنت او التعليق بتاعك على اساس ان اي حد غيرك يدخل يشوفه على طول. اما لو انت مش حابب ان انت تكتب تعليق ومش حابب ان انت تحمل التطبيق وعايز تعرف كل المميزات والعيوب قبل ما تحمل التطبيق، اكتب لي في اي تعليق اي فيديو قول لي اشرح لي التطبيق ده مرة كمان وانا اشرح لك التطبيق. علشان بقيت بلاقي ناس بتنزل كومنت وتقول لي انت كاتب اي المميزات وعيوب في التطبيق هي مش موجودة، او في حاجات انت مش قايلها وهي موجودة في التطبيق. ده ببساطة علشان بيكون التحديثات من ساعة نزول الفيديو لحد الوقت اللي انت بتشاهد فيه الفيديو، سواء عدى بقى 5 شهور، عدى 10 شهور، عدى سنة، فدي كلها بيبقى وقت بنكون نزل فيها تحديثات كتير. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.